اكشن. منحه النهارده هي منحه صيفيه مختلفه شويه، عشان كده لبست الحته اللي على الحب وقلت اجي لكم اشرح لكم عن المنحه. انت اللي حلو وقميصك حلو، انت قمر فيسكوس ده. وقبل ما نخش في التفاصيل ونقول ايه الشروط وايه المميزات وازاي ينفع اقدم وازاي اتقبل، نصفي النيه كده من جوانا ونعمل شير الفيديو عشان عدد اكبر من الناس يستفاد. وزي ما بنحب الخير لغيرنا، ربنا ان شاء الله هيلف الدنيا دواره. الدنيا دواره، هتلف الدنيا وهيجي لك انت الخير لغايه عندك. فنحب الخير لبعضينا ونعمل شير الفيديو. يلا بينا. اولا معاكم ادم عبد الرحمن، وده فيديو جديد من فيديوهات سلسله سافر وتطور. منحه النهارده هي منحه سوسي بروجرام. المنحه دي بتقدمها الحكومه الامريكيه كل سنه عشان تسفر الطلبه يقضوا 6 اسابيع في الولايات المتحده الامريكيه، وهي منحه فول فاندد، يعني مش هتدفع جنيه، من فيزا لطيران لاقامه لكمان هيدوك مرتب، حاجه بسيطه يعني كده ان انت تشتري اللي انت عايزه اثناء مدتك في الرحله. اول 4 اسابيع بيكونوا اسابيع تعليميه، هو ان انت بتروح جامعات من اكبر الجامعات في امريكا، بتتعرف على ناس وبتحضر ورك شوبس ونقاشات ليها علاقه بالتوبكس اللي هكلمك عنها كمان شويه. اما الاسبوعين التانيين بيبقوا ديسكفري اكتر، بتسافر اماكن مختلفه في الولايات المتحده، بتتعرف على اماكن اثريه، بتتعرف على الثقافه بشكل مختلف. السفر هيكون في اواخر شهر 6 جون 2024. الديدلاين واخر ميعاد للتقديم هو 20 ديسمبر 2023، فالحق قدموا، قدامنا وقت، مش عارف انت على حسب ما بتشوف الفيديو الحق قدم. طب ايه ادهم التوبكس اللي انا اختار منها عشان لما اسافر؟ هم مقدمين 3 مواضيع تختار منهم موضوع تبقى انت حاسس ان انت عايز تتعلم عنه اكتر. اول توبيك هو ايكونوميك امباورمنت. انا مش عايز اخش في ديتيلز وتفاصيل كتيره عن كل توبيك، الابلكيشن فيه كل حاجه، انت محتاج ان انت هتخش وتقرا كده كل التفاصيل. انا بس بديك بريف علشان تعرف ايه هي الشروط وايه المميزات، ولما انا هسافر هعمل ايه. طب ايه اللي هقدم عليه، حاجات بسيطه، بس طبعا هتحتاج ان انت تخش وتقرا اكتر عن المنحه. تاني توبيك هو Religions, Diversity and Democracy. والتالت هو مادلين ألبرايت Women Leaders Program. جينا بقى لاهم جزئيه، هو ايه اللي لازم يبقى متواجد فيا علشان ينفع اقدم على برنامج زي ده. ايه هي الشروط بتاعتي؟ جاهزين؟ يلا بينا. هو ان انت تكون ما بين 18 ل 25 سنه في وقت السفر، يعني انت لو لسه ما تمتش 18 سنه هتتمهم قريب، المهم ان هو هيبقى قبل الصيف الجاي بتاع 2024 يبقى امتى ينفع تقدم. لازم تكون في فتره الجامعه، يكون اتليست لسه فاضل لك ترم عشان تتخرج من الجامعه، ما ينفعش تكون خلصت جامعه وتروح جاي مقدم على برنامج زي ده. لازم يبقى لسه قدامك سنه، قدامك ترم، المهم ان انت لسه ما اتخرجتش. بص الشرط ده هو ان انت تكون مصري، معاك الباسبور المصري، بتدرس في مصر، ما تكونش مثلا انت اوريدي بتدرس بره وجيت مصر وكنت وعايز تقدم على المنحه دي عشان تطلع في الصيف، لازم تكون في جامعه في مصر. او لو انت مش مصري بس معاك اقامه مصريه وفي باسبور، ساعتها ينفع برضو تقدم. رابع شرط هو ان انت تكون فعلا مهتم جدا تتعلم او تعرف اكتر عن الثقافه الامريكيه، واختيارك للتوبيك اللي انا قلته لك من شويه هتختار توبيك واحد تبقى انت فعلا عندك الشغف تتعلم اكتر عنه، عشان هيسالوك في الموضوع ده ليه انت عايز تتعلم اكتر عن التوبيك ده، فلازم تبقى فعلا عندك الشغف ان انت تتعلمه او تعرف معلومات اكتر عنه. لازم تكون شخص قيادي، بتحب تمارس اكتيفيتيز مختلفه، شخص سوشيال علشان لما هتروح هتقابل ناس من جنسيات مختلفه وحاجات كده، فمش عايزين حد بقى ايه لو مش عايز اتعلم حد ومش عايز اكلم حد ومش عايز اعرف حد. لازم تبقى انت شخص very open to learn and open to meet new people. خامس حاجة لازم تكون درجاتك كويسة جدا في المدرسة، ما ينفعش تقدم على منحة زي دي وانت درجاتك على الله، ماشي؟ فلازم يبقى الدرجات مناسبة، تبقى انت شخص بتبين قد ايه انت ملم في جزء اكاديميك، انت الليفل بتاعك كويس جدا، وفي نفس الوقت الليفل السوشيال والاكتيفيتيز وكلوبس وبتعمل volunteering work مش في الاورجنايزيشن ديت، تعمل اكتيفيتيز هنا، عندك موهبه ورياضه. ودي امريكا، هم مش كل اهتمامهم بيبقى بالدرجات قد ما انت ملم بكل حاجه حواليك. هنيجي للجزء المهم بقى، هو الانجليش. هو ان انت لازم تبقى بتقرا انجليش كويس، بتعرف تكتب،
وبتعرف تتكلم. ولازم يبقى الكلام ده ببروف، معاك شهاده من مكان بتقول ان انت بتعرف تعمل دول. انجلش ليفل يكون B1 او حاجه بتعادله. يعني مثلا اخدت كورس في اميديس اللي هو امريكان ميدل ايست لو تسمع عنه، اخدت تام من دولينجو، توفل، ايلتس، كل الاكزامز اللي بتبين الليفل بتاعك في الانجليزي. وده برضه هتشوفه وانت بتعمل ابلكيشن وبتشوف كل التفاصيل، كل الكلام ده مكتوب. انا بس بحاول اسهل عليك واديك بوينتس كده عشان تبقى عارفها قبل ما تخش. واخر شرط معانا هو ان انت ما تكونش سافرت او قدمت على منحه من منح الحكومه الامريكيه تبع السفاره قبل كده. يبقى دي اول مره ليك، يا اول مره ليك للسفر لامريكا واول مره تقدم على منحه، يا اما سافرت قبل كده مره مثلا زياره ولا حاجه وبتقدم دلوقتي على منحه. وبكده اكون حاولت الم لكم كل المين توبكس او مين بوينتس في المنحه ان جنرال، علشان وانت بتقدم تبقى عارف انت داخل على ايه وبتقدم على ايه. برضو هطلب منك تخش تقرا كل الكلام ده، تفهم الموضوع. طبعا كل حاجه بالانجلش، ان هو على الموقع ان انت الاساس بتاعك انجلش. الحاجه اللي دايما بنبح صوتي فيها من فيديوهات لستوريز لكل الكلام ده هو ان انت دايما تبقى prepared لاي فرصه تيجي، ان لما بتيجي الفرصه ما بتستنكش. فعشان كده دايما كنت بقول حاول نطور من نفسنا، نحاول ندرس انجلش، نحاول نشوف فيديوز ونتعلم حتى سيلف. لو طب انا مش معايا فلوس ادفع في كورسات والكورسات غاليه ويا دوبك والحل على قد ومش عارف ايه، مفيش مشكله. الانترنت مليان حاجات ممكن نتعلمها، بدل ما احنا نقعد نسكرول ونشوف مين اتطلق ومين اتجوز ومين خطب ومين خرج. نحاول نستفاد بالوقت ده ان احنا نعلم نفسنا وناخد كورس وناخد اكزام، فبقى معانا شهاده، فكده ابقى انا جاهز. اي فرصه تجيلي بقى الانجليش انا جاهز اهو، اتفضل. ممكن كتير منكم يبقى كل الشروط متناسبه معاه ما عدا الجزء بتاع الانجليش ده، فضيعت على نفسك فرصه كان ممكن تبقى تافويد الجزء ده وتبقى جاهز ليها. عادي، ما حصلش نصيب المره دي، هيحصل نصيب السنه الجايه، هيحصل نصيب في فرصه ثانيه ومنحه ثانيه. فارجوكوا ما تفقدوش الامل، وخلي يبقى دايما عندك حافز كده ان ممكن فيديو زي ده اداك تحفيز ان انا ابدا واشتغل على نفسي عشان لما تيجي فرصه ثانيه، ولما ادهم او اي حد ينزل فرصه ثانيه تبقى مناسبه ليا اروح جاي مقدم على طول وابقى جاهز لها. فمفيش احباط، لو ما حصلش نصيب المره دي هيحصل نصيب المره الجايه. ربنا معاكم جميعا. لو عندك اي استفسار اكتب لي تحت الفيديو، وربنا معاكم. اشوفكم في فيديو جديد.